كيف تبخل على زوجتك المخلصة بعقد رخيص من الذهب؟ يا تيتي يا زوجتي الطيبة، الأمور تغيرت. لم أعد أملك مالا وفيرا. كيف هذا وأنت كبير البنائين؟ مجرد لقب لا يساوي شيئا. منذ أن عمل قارون بالتجارة في القصور وأنا لا أجد قوت يومي. أليس قارون هذا تلميذك الصغير؟ كان تلميذي في الماضي، إنه الآن أكبر تاجر في مصر كلها. هل تظن نفسك تمتلك الجبال حقا؟ إنه ليس الظن يا سيدي، ولكنه أمر الفرعون العظيم. لتخلصه من الأعداء، لا لتستخرج المعادن وتقطع الحجارة وتبيعها لصالحك. سيد هامان، أعتقد أننا نحتاج إلى مكان هادئ نتحدث فيه منفردين. تعال غدا إلى ديوان الحكم. هذا مكان يزدحم بالعمال والكتبة. وأين تقترح إذن؟ قصري يا صديقي العزيز، إنني أتشرف بدعوتك لتناول العشاء معي الليلة. يا له من طعام لذيذ. سيدي، يجب أن تجرب هذا النوع من السمك. ما هذا؟ لقد وجدت خاتما من الذهب وبه قطعة ماس في جوف السمكة. هذا حظك الطيب يا سيدي، هو نصيبك. جرب سمكة أخرى. هذا خاتم آخر داخل السمكة. يا من صدفة. كنا نتحدث عن مشكلة الجبال. الجبال؟ تقصد الجبال التي تمتلكها أنت بأمر فرعون؟ ما مشكلتها؟ لا 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 لا, لا شيء. تمتع يا عزيزي بوجبتك من الأسماك. امتلأت معدتي عن آخرها. هل أستطيع أن أخذ ما تبقى من السمك لأهل بيتي؟ بكم السمك؟ بقطعتين من الفضة. لماذا؟ كنت أشتريه الأسبوع الماضي بقطعة واحدة. إذا تعالي واشتريه في الأسبوع الماضي. كل شيء غلى ثمنه في السوق. بالتأكيد، أليس السمك من مراكب صيد قارون والفاكهة من مزارع قارون؟ سمعت أنه خبير في علم الكيمياء وباستطاعته تحويل الرمال إلى ذهب. هذه إذن حقيقة. سمعت أنا أيضا هذا الكلام. يا له من رجل محظوظ. هذا ما سمعته يا سيدي. يا لها من شائعة. هل آمر بتكذيبها على الفور؟ لا، بل أريد أن يتأكد الناس من صحتها. اسمع يا سخم. خادمك يا سيدي. أريد عربات مكشوفة تنقل الرمال إلى خزائن القصر وسط الحراسة المشددة. لا أفهم شيئا. عندما يرى الناس قارون يضع الرمال في خزائنه مثل الياقوت والزمرد، سيتأكدون أني أحولها إلى ذهب. لا زلت لا أفهم. ستنخفض قيمة الذهب ويتهافت الناس على بيعه لي. فتشتريه بأقل من ربع ثمنه. أخيرا بدأت تفهم يا سخم. حصيلة اليوم من الذهب لا مكان لها يا سيدي. ابن 20 خزانة جديدة للنقود. أمرك يا سيدي. في أي شيء يتحدث الناس؟
إنهم يتصارعون